في حياتنا كلنا شخصيات مرت وأثرت فينا بشكل من الأشكال. أنا بحكي عن شخصية أثرت فيني وأدهشتني. الشخصية هذه ما أعرفها ولا أعرف اسمها، ولكنها امرأة مسنة عمرها 70 سنة تقريبا، مصرية. كنت في مصر في القاهرة أنا وصديق معزومين على العشاء عند أحد الأصدقاء في بيته. خرجت أنا وصديقي من بيت صديقنا اللي عزمنا بعد ما صلينا الفجر عنده، يعني على بعد الفجر بشوي. ركبنا السيارة لما سرينا أنا وصديقي، ركبنا في المقعد الخلفي رايحين للأوتيل اللي احنا ساكنين فيه، ومرينا من الطريق من جنب المقعد. في مصر يسموها الترب. فصديقي سأل السائق قال له هذه الترب وفعلا في ناس ساكنين فيها زي الأفلام؟ فقال له فعلا إنه في ناس ساكنين. وإحنا ماشيين لمحنا امرأة من بعيد تو الصبح يطلع شايلة سلة فوق راسها. فطلب صديقي من السائق إيقاف السيارة. سألته وش القصة؟ فجزاه الله خير قال إنه أنا يعني ودي أتصدق، يعني ودي أعطيها شيء. فنزلت أنا وياه، توجهنا لها واستوقفناها. امرأة سبعينية تقريبا، سبحان الله وجهها مريح منور كذا، يعني تحس بالطمأنينة وانت تشوف. صديقي جزاه الله خير كان معاه شنطة أخرج منها، شايل شنطة معاه فيها فلوس وأغراض، أخرج منها 10,000 جنيه وقدمها. قالت له باللهجة المصرية إيه ده يا ابني؟ فقال لها هذه صدقة لوجه الله يعني. فكان ردها أنه لا، مش عايزة صدقة، مستورة الحمد لله. فهو يعني ذهلنا. فصديقي لو رفع الحرج عنها قال لها انه هذه الفلوس ما هي لي، انه انا مكلف ومؤمن اني اتصدق فيها، وهذه صدقه لوجه الله، يعني خذيها. كان واضح جدا عليها انها محتاجه، يعني من هيئتها ولبسها، ولكنها رفضت بإباء شديد وبهدوء شديد وبمنطق. وكانت شايله فوق راسها سله، او يسموه بمصر سبت، في ليمون، بيع ليمون يعني. أصر صديقي عليها وألح من هنا من هنا من هنا. قالت له يا ابني أنا صدقة ما حاخذ صدقة، إذا تبغى تخدمني فعلا اشتري مني ليمون. ذهلها طبعا من ردة الفعل. فقال له صديقي طيب الليمون هذا كله بكم أبغى أشتريه كله؟ فقالت له أظن ب50 جنيه أو شيء زي كذا. أعطاها صديقي 50 جنيه من 10,000، وأعطته هي بالمقابل الليمون كله بالسلة. دعت له كثر خيرك وشكرته انه يعني انها انهت شغلها بسرعه وحترجع البيت. استدارت فعلا وعادت ادراجها وتركتني انا وصديقي في حاله من الذهول التام. ركبنا السياره، طبعا كان منظر عجيب، راكبين اثنين وبيننا سله الليمون. وصديقي التفت علي، قاعدين نطالع بعض مستغربين يعني مذهولين فعلا. قال لي بالله ايش المرأة هذه؟ مين المرأة هذه؟ فقلت له من غير تفكير، طلعت معي كذا يعني، انه احنا صديقي قابلنا للتو اغنى امرأة في العالم. المرأة هذه الى الان اذكرها، هزتني من جوا، يعني لا يمكن ان انسى هذا الموقف. والقناعة الهائلة والرضا اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى أو من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. القناعة والرضا بما قسم الله من أهم أسباب السعادة، وناس قليل جدا عندهم هذه النعمة. نسأل الله أن يجعلنا قنوعين بما قسمه راضين به، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.